انا جاي اسير الجدل تاني واقول لك انه عشان تقيس الزيت بتاع موتور عربيتك مش شرط ان انت تقيسه الصبح بدري ولا حاجه. كتالوج عربيتي مكتوب فيه خطوات قياس الزيت كالاتي: اولا درجه حراره الزيت ما تكونش اقل من ال60، يعني بالبلدي كده الموتور ما يبقاش بارد اصلا. يعني انت لو قيسته الصبح بدري خصوصا في الشتاء القرايه مش هتبقى دقيقه. وطبعا العربيه تبقى واقفه على ارض مستويه مش مايله. وبعد ما تبطل العربيه، شوف بعد ما تبطل العربيه، عشان الناس اللي بتقولك لازم تقيسه قبل ما تدور العربيه، تستنى على الاقل 3 دقايق وبعد كده تسحب المقاس بتاع الزيت. وزي ما كلنا عارفين بعد ما تسحب المقاس هتلاقي فيه علامتين، علامه فوق وعلامه تحت. المفروض ان الزيت ما يقلش عن العلامه اللي تحت وما يزيدش عن العلامه اللي فوق، وطول ما هو في النص فالدنيا تمام. بس يفضل طبعا ان انت لو لقيته في النص ان انت تزوده لحد ما يوصل لعلامه الماكس. طب هل معنى كده ان قياس الزيت الصبح غلط؟ الاجابه ارجع بص على الكتالوج بتاع عربيتك وقول لنا في الكومنتات الكتالوج بيقول ايه ونوع عربيتك ايه. لو عجبك الفيديو شير ولايك، وبص على بقيه الفيديوهات على زيت العربيات في البلاي ليست. هتلاقي البلاي ليست تحت الفيديو، او لو انت على الانستجرام هتلاقيها في البن على البروفايل.